فاذا جاء الم في الصدر مع المجهود يخليك تقف فده معناه انه من القلب. وقلنا ساعتها بقى يبطل الحاجات اللي قلنا عليها ويبدا بقى نديله ادويه تعالج القلب، انها توسع الشرايين وتدوب الدهون وتعمل سيوله. مش دايما نتجه لان احنا نعمل قسطره وعمليات قلب مفتوح. كتير قوي من الحالات دي لو انا بس خليت العين يخس ويبطل دهون وظبطت الحاجات الوحشه، السجاير لغيتها، السكر نزل، الضغط نزل، الكوليسترول لو نزل، ظبطنا الاسباب ظبطت ممكن حياته. اساسا اللي خلى الدهون تترسب هيخليها تقل بالتدريج، صحيح بتدريج طويل وهيتحسن على مدى ابعد شويه شهر اتنين، بس احسن ما يعمل قسطره ويدخل ينفخ بالونه يزق الدهون وهي لسه موجوده وبعد شويه ترجع تترسب تاني جوه الدعامه وتسدها. فهمتي اقصد ايه؟ نفس الكلام برضه عمليه القلب المفتوح اللي انا حكيتها لك دي. هي عباره عن حضرتك انت قلت حاجه مهمه دلوقتي، يعني هي الدعامه ممكن تتسد، الدعامه او القسطره يعني هي ليها اضرار بعد كده؟ طبعا. اقول لك ليه بقى. مش احنا قلنا يا دكتور ان الراجل اللي بيشتكي وهو طالع السلم بألم معناه ان القلب بيدق بزياده والشرايين مش قادره تديله فبتقول له اقف، والشرايين مش قادره تديله عشان هي ضيقه شويه، وضيقه شويه عشان جواها دهون وكوليسترول. طب هو كان ايه اللي رسب الدهون؟ الحاجات اللي انت قلتها. طب لو بطلنا كل الحاجات وبقينا نلعب رياضه وما بقيناش ناكل وننام وبقينا نقلل الدخان وظبطنا السكر والضغط، الدهون اللي اترسبت سنه ورا سنه ورا سنه هتدوب سنه ورا سنه ورا سنه. طب نفرض انا مش عايز استنى، ايه الطريقه الاسهل؟ وهي اسهل لينا احنا كاطباء لكن اوحش ليك انت كمريض. ايه هي؟ ان نخلي الدهون اللي هي متزاحه على نص الشريان قافله نصه، اعدي انا من جنبها بسلكه وانفخ بالونه واحط ماسوره اللي هي الدعامه. طب انت كده يا دكتور ما عالجتنيش، ده انا فاكر ان انت بتشيل الدهون وترجعه تاني سليم زي الاول. لا يا حبيبي، انا زقتها بس. طب ما ممكن بعد شويه تخش هي نفسها او يجي غيرها ويترسب ويسد الدعامه. اذا كان الشريان بتاع ربنا بيتسد يبقى الدعامه الحديد حتى لو انا عاملها في امريكا مش هتتسد؟ هتتسد طبعا. وفي احتمال كبير لدرجه ان انت وانت داخل تعمل الدعامه انا همضيك على ورقه ان انت موافق انها لو اتسدت انا ماليش فيه. يعني عارف انها تتسد وعارف انها مجرد ازاحه للدهون وليس ان انا شلتها وخففتك. عشان اشيلها واخففك اعمل عكس اللي جابها، ان انا اظبط النظام الغذائي والحركه وقله الدهون ومش عارف ايه والسجاير والسكر والضغط، واظبط النظام الدوائي، اديك ادويه تدوب الدهون وادويه توسع الشرايين وادويه تدوب الكوليسترول وادويه اكيد بيوصلوا للدعامه او القسطره يا دكتور بعد ما نفاذ بقى كل وسائل الادويه والحاجات دي. لما بقى اكون ظبطت كل حاجه وظبطت الادويه وقعدت لي 6 اشهر وخسيت 20 30 كيلو من الوزن الزياده وبطلت سجاير وعملت كل حاجه وبرضه بطلع السلم وبحس بالم، ساعتها ابقى احط الدعامه. بس اقول للعيان خلي بالك انا مش حاططها عشان اعالجك، انا حاططها كمسكن عشان ازق بس، لكن بعد شويه ممكن تتسد تاني. نفس الكلام في عمليه القلب المفتوح. انا ما شلتش السدد. اذا كان في شريان ماشي كده وفي جزء مسدود مخليه ضيق وبعدين مكمل حلو فاوله حلو واخره حلو وفي النص فيه ده مسدود، انا في العمليه مش بشيل الشريان ده واحط لك واحد جديد ابدا، انا بجيب شريان من رجلك واحط كوبري فوق السدد، يعني برضه مسكن. السدد موجود بالظبط كده، يعني كأن الشارع مسدود وانا قلت للناس خليه مسدود بس عدوا من الشارع ده. بس يعني عشان انا مش دكتوره فهسال السؤال ده، طب احنا ليه ما نشيلش الدهون من الشريان ده؟ ليه ما نشيلهاش؟ يعني ما لهاش اي وسيله تشيل؟ بتفتحوا جسم الانسان وبتشيلوا قلبه وبتحطوا قلب. اولا رقم واحد الشريان رفيع جدا عشان تتكلمي عليه 2 مللي و3 مللي يعني قد انبوبه القلم الجاف. ثانيا اي تقطيع او تكحيت في الشريان من جوه هيخلي الجداره هيخلي البطانه بتاعته مش ناعمه. والبطانه لو مش ناعمه اول حاجه الجسم هيعملها انه يجلط عليها دم لانه هيفتكرها تعويره. فهمتي اقصد ايه؟ انت كل هدفك انك تفضل تخلي الشريان متبطن. هو اساسا اللي بيخلي الدم ماشي جوانا ما بيتجلطش ان الشرايين من جوه متبطنه. وعشان كده معظم الدعامات دلوقتي بقت فيها فكره انها تبقى متبطنه اقرب ما يكون الى الجسم عشان الجسم ما يتجلطش عليها. وحتى رغم كده بيتجلط لازم ندي دواء معين عشان يعمل سيوله عشان الدم ما يتجلطش على الدعامه. تمام. طب وانا ليه احط حاجه ازق بيها الدهون وادفع 20 30 الف جنيه فيها ويمكن تتسد بعد كده، او افتح قلبي واحط كوبري ويمكن يتسد الكوبري بعد كده والسدد الاساسي موجود، وفي المقابل انا لو ظبطت حياتي وظبطت الادويه ومشيت على كده 4 5 6 اشهر انا متاكد ان هيبقى قابل الراجل ده، وده فعلا اللي بنشوفه. اقول له ايه اخبارك؟ انت كنت بتطلع السلم دور واحد يجي لك قفشه. يقول لي انا دلوقتي بطلع السادس وما بيجيليش اي حاجه خالص. وحتى كمان لو حابين نتاكد بقى علميا يمكن يكون بيكذب، اعمل له رسم قلب وهو بيجري. وهو بيجري هيقول بعد اول دقيقه جري. تعالى بقى بعد ما ظبطنا النظام الغذائي وخس شويه وظبط الدنيا وادينا له دواء خليه يجري بعد 9 دقائق 8 دقائق يقول
طب معنى كده انه اتحسن، حلو جدا، وده اللي انا مطلوب مني. كل اللي مطلوب مني في الدعامه او في الجراحه ان انا اوصل العيان لانه لما يطلع سلم ما يقولش طب لو انا اقدر اخليه يطلع سلم ما يقولش من غير دعامه ومن غير جراحه بالادويه، اليس هذا شيء جميل ولطيف زي الفل؟ يا ريت يعني. لو ينفع كده. لذلك كتير قوي من العيانين اللي بنعمل لهم دعامات او قلب مفتوح يمكن علاجهم بالدواء.